السلام عليكم. وياكم تدريس سيد عصام جلال كلية الهندسة. اليوم محاضرتنا عن السلام والصحة المهنية. شنو معنى السلام والصحة المهنية؟ منو يعرف؟ تمام، جيد. بعد شنو تتضمن؟ شلون نحافظ على نفسنا؟ من يا نادر؟ تمام، مدنية وصحية. بعد إجراءات السلام. شنو من إجراءات السلام؟ شنو تعرفون من إجراءات السلام؟ شنو؟ مثل لما تدخل حقل تغسل بيدك. شلون تشتغل وشلون تسوي؟ ايش تلبس؟ واقيات، خوذة، سيفتي كامل، ملابس عمل. مو؟ واكو بعض الغازات اللي هي سامة راح نجندنا شلون راح نجيهم وشلون راح. هاي المحاضرة راح نشوفها من طرق الوقاية والسلامة المهنية التعامل مع الغاز مال الستورز. قبل شوية سنصل شرح عليه. ليش؟ حتى نكمل حماية الأرواح والمعدات. الأهداف من هاي المحاضرة راح نتعرف على شنو هو غاز الاشتويرز، وراح نفهم نسبة الغاز، خطورته عالية، وشلون نستشعر به، المستشعرات الضرورية للوقاية مالته، يعني بس نشتمه لو شلون نميز بيناتهم، شلون نميز الغاز من الغاز الثاني، وشلون راح نطبق إجراءات السلامة، وشلون نقيم الخطورة، إنه هذا الغاز خطر أو مو خطر. بالبداية نجي شنو هو غاز كبريتي الهيدروجين H2S؟ من يعرف عليه؟ شنو رائحته؟ سام لو غير سام؟ شلون الوقاية مالته؟ من عندنا معلومات عليه؟ شنو هو غاز H2S؟ وين يتواجد؟ يتواجد بشكل طبيعي في النفط المستخرج من بطن الارض. وبعض الصناعات التي قد تحتوي على الكبريت. يعني في حقل بدله، حقل غاز بروم، حقل بكبريت في شيء كلش هو. يعني حتى المياه الجوفيه. بدره، قصان، زرباطي اللي قريب المناطق المحيطه عليها لما تحفر مياه جوفيه، بير مائي عادي بكبريت. فالنفط حتى اللي استخرجوه من هناك ايضا بكبريت. وكذلك في خزانات المياه السوداء نتيجه للتحلل الطبيعي للمواد العضويه. لما يتحلل المواد العضويه راح يوجد راح يلقى غازات اغلبها سامه، ومن ضمنها غاز H2S. وفي مياه الصرف الصحي والبراكين. مياه الصرف الصحي شنو هي؟ مجاري. شايفين المجاري يفتحون الطبق ما من هذا يخلوه على الجهه وربع ساعه يجوا يدخلون به. ليش؟ الريح شنو يا الريح؟ هو هذا الغاز، فيها غازات سامه. فيفتح طبق يكمل يفتح من هذا حتى يطلع الريحه وبعدين يرجع يدخل مره ثانيه. إذا شايفين الأهرامات المصرية بالأهرامات أيضا متروكة آلاف السنين، أيضا تصير جوها عبارة عن غازات. فهواي يسموهم ما يعرفون شنو، بعدين شافوا إنه هذا غازات، اكتشفوا إنه هذا غازات جو الأهرامات، خرجوها ورجعوا طلعوا الأهرام الترتيب كامل سووا عليه. شنو خصائص الغاز؟ غاز H2S شنو خصائصه؟ أول شيء هو ذو رائحة نتنة. الرائحة مالته تشبه رائحة البيض الفاسد. الرائحة مال الغاز تشبه رائحة البيض الفاسد في معدلات تركيز منخفضة. وغاز عالي السمية، يعني كلش خطر.
خاصة جماعة الحقول، هسه يعني شلون نستكشف الحقول هنا. غاز كلش عالي السمية، عديم اللون. اكو غازات تمام تتطاير بيها لون، هو ما بيه لون، ما راح نشوفه. راح شنو راح نشتمه. وغاز قابل للاشتعال. يعني شيء قلنا خطوره به قابل للاشتعال وسمي. واثقل من الهواء الجوي. لذلك يميل الى التراكم في الاماكن المنخفضه. يعني هو الغاز ده ما راح يتسرب، ما راح يصعد فوق. واثقل من الهواء راح ينزل عليه. فلهذا راح يصير خطر هو. عند احتراق ينتج عنه غاز ثاني اكسيد الكبريت وهو ايضا غاز سام. هذا الشيء يسبب تراكم في بعض المعادن. الحدود المسموح بها وتاثيرها حتى لما يصير عندنا تسريب. شنو الحدود المسموح بها حتى نقرا الجهاز اللي لابسينه يعني حتى نشوف هذا الغاز خطر على صحتنا ولا مو خطر. التعرض للغاز ولو بنسبة 15 بي بي ام الى 15 بي بي ام شو يسبب لنا؟ يسبب تهيج الاغشيه الانفيه وكذلك الغشاء الرقيق للعين ويسبب صداع ودوار وغثيان ويحدث شلل. يعني ممكن تشتم في 10 ثواني بعد ما تشتم. مو انه هو راح، مو انه اختفى، حاصل الشمس بعد راحه. لهذا هو خطر. التعرض لنسب اعلى من 200 الى 300 الى قد يؤدي الى توقف الجهاز التنفسي ماله. يعني تعرضت لنسب معينه تقريبا 7 إلى 10 دقائق راح تاثر عليك، راح الجهاز التنفسي مالتك يوقف. فلهذا يخلوكم بعض الاجهزه راح تجينا راح تستكشف انت. هذا باركود. شلون كيف يتم الكشف عن تسريب غاز ال H2S في البيئه المحيطه؟ شلون راح تكشف عليه؟ اول شيء قلنا نشتمل. عباره عن شنو هو؟ بيض فاسد. تمام؟ بعد شلون راح تستكشف عنها؟ موجودة أجهزة حساسة؟ اكو حساسات. تمام؟ اذا عندكم تليفون خذوا له صوره هذا وجاوبوا عليه. شنو تعرفون عليه؟ اكو هناك بعض الاسئله تجاوبون عليها. تمام؟ غير الشم اكو هذول الجهازين. هذا الجهاز الاصفر هذا ينشال يتخلى هنا قريب على الحاسه الشميه مالته، قريب على وجهه. خليه هنا عباره عن شلون تليفون صغير هو تركبه هنا وتدخل بيه الحكم. يعني لازم 24 ساعه تلابس شيء كلش صغير هو. لما يشتم هو يتحسس. هسه حتى هنا موجود تشوفون هنا H2S هذا غاز. هذا الجهاز يستكشف النسبة الموجودة حاليا ايش قد ويقع عنده. لما تصعد النسبة مال غاز راح يديك عندك المقدار. ما يسمع احنا نبي غلطات. ما يسمع وما يشوف بهزاز. هذا الجهاز الثاني شنو هذا الجهاز الثاني؟ هذا الجهاز شنو؟ اثنيناتهم فحص. هذا يستخدم قريب عليك. هذا الجهاز شنو؟ ثاني. بعيد؟ وين بعيد؟ يعني بأماكن خاصة بالحقل؟ هذا يشكل قريب على الأجهزة اللي هي فيها هذا الغاز.
هذا حساس سنسر. إذا ما انتبه على أي جهاز انتبه عليها. لأن الحساسات الاثنين بين صوت كلش قوي وبين حساسات كلش قوية. فلهذا الاثنين يقلب هنا. إضافة إلى حاسة الشمال. لما نشتغل وصار تسريب هذا الغاز، شنو الاجراءات السلامه اللي ممكن نتخذها؟ اهم شيء لازم ما نتوتر، اهم شيء لا تخافون. عدم التوتر والقلق الشديد عند سماع صفارات الانذار. اهم شيء لا توتروا، توتر ما اريد. لما انت جيت تشتري بعض الاجهزه اللي قيمه ما تجي تشاهدها وبيها قناع. وين ما تكتب الحقيقة اللي شايفيها جنطة شايليها هم ويمشون تتجاوب بالحقيقة. بيها قناع ما تجي وبيها قناع أي تسريب يخلوا على وجههم بشكل طبيعي بس الغاز ما يوصل لهم. يسحبون القناع وكل شيء طبيعي. ارتداء قناع الأكسجين المخصص اللي هو موجود وياك. عبارة عن شلون جنطة شايليها بيها قنينة شلون الغواصين اللي يغوصون جوا البحار. تقريبا نفس الشيء مشابه له. معرفة اتجاه الرياح. شلون نعرف اتجاه الرياح وين؟ وشو اللي هو ليش؟ شنو السبب؟ مثل ساعة التزريب مكان معين. هذا المكان ساعة التزريب. ليش شو يسوي اتجاه الرياح؟ اتجاه معاكس الاتجاه اللي يطلع منه الغاز على يعني ما اتنفس. تمام جيد بعد. تمام جيد. هو زين شلون نعرف اتجاه الرياح وين؟ شنو هي العلامات الموجودة؟ علم عافية. عندنا هاي الاشياء الموجوده داخل الحقل ستبقى كلش خفيفه، شلون الاعلام وشلون الرايات. شوف اتجاه الرياح وين، شماليه، غربيه، شرقيه. فحتى لو ما صار تسريب مكان معين، اذا صار تسريب هنا والهواء راح يجي، احنا وين نروح؟ نروح ويا التسريب؟ لا نروح بالعكس. تمام؟ فاهم شيء حنشوف اتجاه الرياح وين، اول ما نروح اتجاه الرياح وين بالاستلام وما نتوتر. ونتجه وين؟ عكس اتجاه الرياح. وراها لما نطلع توجه الى نقطة التجمع المخصصة للحقل. ناخذ سلك تجمع، ناخذ سلك فد محمية معينة، بعد ناخذ كل غاز ما يوصل لها. ناخذ فد محمية فد شلون الكرفان فد شيء محمي، بعد هناك ما يوصل الغاز. هسه مثلا عندنا هنا صار عندنا تسريب في مكان معين وشفنا حركة الرياح. هسه حركة الرياح منين اللي وين هنا؟ نرفع ايدك منو؟ هسه حركة الرياح منين هنا؟ اتجاه الجنوب. بعد هسه هو وين المشكلة؟ بس عندك هنا ايش عندك انت فوق؟ عندك اتجاهات. هنا فوق عندك اتجاهات. شمال، جنوب، شرق، غرب. على الجنوب، منين جاية هي؟ جاية من الشمال رايحة للجنوب. خوش؟ هاي الهواء جاي من هنا، هواء. من نام مين؟ تمام؟ اكو واحد ما يعرف اتجاه الرياح وين رايحة؟ مو؟ من جاي الغربية رايحة للشرق. هاي ايش عندنا هنا؟ عندنا سارية علم. هناك بعض يختلف الترتيبات الموجودة بالحقل من حقل إلى حقل ثاني يختلف.
وما موجود اثنيناتهم موجودات. هنا من مين اليمن؟ من الجنوب للشمال. تمام؟ يجب ان يكون اتجاهات الحركه مثل التجمع عكس اتجاه الرياح. تجنب استنشاق الغاز. صار تسريب عندنا هنا هذا المكان معين. دق الجهاز عندنا، شكلنا القناع، تمام؟ وشفنا حركه الرياح. هسه وين نتجه احنا؟ هو بداية نشوف قلنا شو نشوف حركة الرياح منين اليمن. تمام؟ شفناها منين جاية هي؟ جاية من الشمال للجنوب. احنا وين نتجه؟ عكس اتجاه الرياح. إذا احنا كنا هنا بهاي النقطة منها صعود ونزول وحركة والغاز قريب علينا. راح نبذل جهد حتى نخرج من يمه من الجدرة طاقة ووقت. فصعب علينا راح نعبر جسر ودرج ونصعد وننزل. والغاز هذا كله شنو؟ جاي نستنشق احنا غازات وايد حار. شو نسوي؟ نبتعد اقصى حد. نبتعد عليه بعدين نروح. حاليا هذا كله عباره عن كل شيء مغلق. هسه هنا ما يصير كهرباء. نبتعد على التسريب الى اقصى حد بعدين نعبر. اذا في شيء طريق اللي مسدود صعد منزل فشو شويه طريق صعب عليه. نتجه الى الغرب وبعدين نطلع. هذا فيديو رشادة سورية. Link in this chain was broken.
تمام جيد. عندنا الفيديو الثاني. قاعد يسوون الحين هاي منطقة خطر فيها غاز H2S. شنو هو غاز H2S؟ غاز H2S غاز سام. ممكن تشرح لي؟ يتمركز هذا الفيديو القصير حول غاز كبريتيد النيتروجين H2S. إذا كنت تلعب، تعمل، تخيم أو تعيش بالقرب من مرافق النفط والغاز فأنت عرضة لتسرب ال H2S. لذلك يجب عليك معرفة مخاطر غاز ال H2S. غاز ال H2S هو غاز سام مميت عديم اللون قابل للاشتعال والانفجار ويمكن أن يتواجد أثناء إنتاج النفط والغاز الطبيعي. في بعض الأحيان يتم العثور عليه أيضا في المجاري والحفر وتكون رائحته كالبيض الفاسد عندما يكون تركيزه قليل. ولكن عندما يكون عالي التركيز بمجرد التعرض له قد يجعلك عاجزا مما تتسبب في فقدان الوعي ثم الوفاة لا قدر الله. عندما ترى علامة الخطر لوجود غاز ال H2S ابقى على مسافة آمنة لا تقل عن 2000 متر. لا تخيم ولا تلعب بالقرب من هذه المنطقة وتذكر يتم وضع هذه التحذيرات لحمايتك أنت وعائلتك. ولمزيد من السلامة يقوم موظفو الشركة بمراقبة عملياتهم على مدار الساعة. جميع المرافق لديها كاشفات H2S والتي تعطي تحذير في حال تسرب H2S. كن على دراية تامة بالبيئة المحيطة بك. إذا شممت أي رائحة تشبه البيض الفاسد أو سمعت صافرة انذار أو سمعت صوت تسريب من خط الأمام قد يكون هذا غاز H2S. ابتعد عن تلك المنطقة فورا. حدد اتجاه الرياح بواسطة مؤشر اتجاه الريح الهوتسوك أو أي مصدر آخر وسر اتجاه متقبل بحيث لا تكون في طريق مواجه لل H2S. اتصل برقم طوال الداخل. أغلق جميع الفتحات وأوقف جميع الأجهزة بما في ذلك مراوح الحمامات ومكيفات الهواء. عندما تنتهي حالة الطوارئ أمينا. تمام جيد. هم انا عزته. هذا شنو افتهمناه احنا من غاز ال H2S. شنو هو غاز ال H2S؟ غاز سام تمام. يوجد في المناطق اللي عندها استخراج النفط والغاز. تمام. تقول رائحة عندنا. تمام. يجب الابتعاد عنها 2000 متر عند شم رائحتها وسماع صوتها. جيد. بعد. جيد. تعال. أفضل. شو تعلم هسه من المحاضرة؟ نتعرف على غاز. عرفنا على الغاز هو شنو هو الغاز؟ H2S. شنو خصائصه الفيزيائية والكيميائية ومدى سميته. تمام؟ وعرفنا شنو الآثار التعرض للغاز H2S. وتأثيره عند التراكيز المختلفة، يعني كل تركيز عن تركيز ما تختلف. وعرفنا شنو طرق الكشف على الغاز. شنو هي طرق الكشف على الغاز؟ الشمس. تمام جيد. وعرفنا شنو اجراءات السلامه الواجب اتباعها عند حدوث تسرب الغاز في بيئه العمل. واهميه المعدات الوقايه الشخصيه ودورها في الحمايه من التعرض للغاز. هذا ايضا باركود. تم اخذ صوره له.
اكو ناخذ بعض السؤال جاوبوا عليه. هسه عرفنا الغاز وشنو مضاره. ليش نهتم بالسلامه المهنيه؟ ليش نهتم بهاي الامور كلها؟ والمعدات نسوي ليش؟ يعني حتى نعرف مخاطرات لازم الاشخاص ما يعرفون جيد. ولازم هو اللي يشتغل بالحقيقه لازم هو يصير له درايه كامله. اول شخص انت لو ما تدخل الحقل النفطي اول شغله يعلموها لك هي السلامه المهنيه. قبل يعلموك النفط شلون يصير وانت تعرف السلامه المهنيه شنو هي. تاخذ اجراءات السلامه شلون تصير. الوقايه شلون تصير. اذا صار حادث لا سمح الله شلون تعامل وياه. لماذا نهتم بالسلامه المهنيه؟ تحسين ظروف العمل حتى تحسن ظروف العمل. يعني اي مشكله تصير تنحل. توفير بيئه عمل مناسبه ملائمه وامنه. وسلوكيات تناسب سلوكيات الصحه والسلامه المهنيه وتوفير بيئه عمل امنه نتائج ايجابيه حتى لما يصير بدون مشاكل. حتى بدون مشاكل راح يشتغل بصوره صحيحه. بس اذا يوميه مشكله يوميه عرقله يوميه شو اسمه لا راح نشتغل. فكل ما يصير امن وكل ملتزمه راح شنو؟ راح يصير عندنا شغل حضور شغل مرتب. الغرض من وجود برامج السلامه المهنيه. العمل على وضع لوائح واجراءات السلامه المهنيه. شايفين احنا لما ندخل المختبرات صار شيء. اكو عايد بعض الاجراءات او مثل الموضات. اكو بعض الاجراءات قلت انا طفايه مال حريق. هنا خرطوم مال حريق. هنا خروج، هنا مخرج، هنا طوارئ. ليش اكو بيبان اثنين بالمختبرات؟ واحده طوارئ، واحده عاديه، واحده غرق. مو؟ فكلها اجراءات سلامه. تشجيع العاملين واصحاب العمل على اتباع وتطبيق اجراءات السلامه والصحه المهنيه، تقليل مخاطر العمل. تحديد المسؤوليات وواجبات العاملين واصحاب العمل فيما يتعلق بالسلامه المهنيه. كل واحد راح يعرف واجبه شنو. لما يصير تسويق بالغاز مثل صاحبي بعد عليه 500 متر، انا ما راح اجيب صاحبي واقول له خلينا نطلع. ما يصير. ما يصير اروح صاحبي صاحبي عنده حساس وراح يجيب يطلع واحد. كل ما عليه بروحه. وكل من المسؤوليات اللي صايره عليه مقاتل. لما تجون تدخلون الحفله عليك واحده اثنين ثلاثه بس تتجاوز. الاحتفاظ بالسجلات دائما لمتابعه الاصابات الناتجه. دائما كل ما يصير عندنا اصابه معينه اكو سجلات سجل معين مثل اليوم مثلا هذا التسريب هاي هنا هاي النقطه سجلناها بالورقه سجلنا الاحداثيات مالتها واللي صار تسريب وشنو المشكله وشو عالجنا. مره ثانيه لما صار تسريب بهاي النقطه ايضا اكو مشكله بهاي النقطه. ليش يصير فيها تسريب؟ راح يدخلون اليوم الاكبر من يمه، من الموجود اللي اكبر من يمه راح يدخلون. بهدف اتخاذ خطوات تجنب تكرار
غاز بعقوبة الحكومة مرتين كاسر بالتسريبات كانت 4 كوفوبي لما يدخل الحق الأنصج ما يعلم ما قبله ما طال إجراءات وطاير أنت أبسط شيء شو تعرفون إنه شلون تأخذون الإجراءات وصار تسريب ما تعرفون تركون فلما يعطوكم محاضرات لما واحدة اثنين ثلاثة شنو الإجراءات تتخذها؟ تروح عكس الهواء ويا الهواء وين تروح؟ تلبس تروح تسوي تروح تصمم ما تعرف فلما تاخذ محاضرة وتعرف شنو الوقاية من يمه تعرف شنو إجراءات السلامة مالته وراها ممكن تاخذ تمشي بالطريق الصحيح. عندنا ايش بعد موجود؟ الحرائق اللي يصير شلون اجراءات السلامه مالتها؟ وشنو هي اسباب الحرائق اللي تصير؟ ابسط شيء مثل هنا يعني يمكن كمختبرات. اكو واحد ما يشهد انه هذا الجهاز شلون يشتغل. ما يعرف. بس يجي يضغط هاي يدوس هاي يسوي هاي يمص فشي يشكل فشي خطأ. لا كل شيء خطأ، كل الأجهزة هنا خطأ. بداية صار يشرحكم عليها بعدين تاخذون بها الإجراءات مالتكم. أسباب الحرائق اللي تصير دائما بأي منشأة تصير مو إلا بالنفط والغاز، مو إلا بالجسم. الجهل والإهمال واللامبالاة والتخريب. اكو واحد يشيل هذا الجهاز شنو هذا؟ والاهمال مالتها يصير. وعليكم السلام. واكو شغل غير مبالي. مرات يصير تخريب. التخزين السيء والخطر المواد القابله للاشتعال او الانفجار. مثلا عندنا مواد تصير الخزن اللي عندنا يصير المواد لازم شلون نحطها؟ التخزين السيء مالته هم ايضا يسبب لنا حرائق معينه. التشبع مكان العمل بالاذخره والغازات مثل الزينانه بتاع القديمه مال الغاز. هذه الشرارة أنت ما تعرف بيها. مثل لا سمح الله بالبيت، أقل شرارة البيت كله يحترق، خلينا مع الغاز. أو سب أو فك، أقل شرارة ممكن معينة. التشبع مكان العمل بالأبخرة والغازات والأتربة. القابل للاشتعال في وجود سوء تهوية. يعني إذا ماكو سوء تهوية دائما شوف المختص تدخلون المختبرات أكو مفرغات تخرج لنا الغازات. أو دائما عندنا مكان سحب الغازات مفرغات. فحتى شنو ليش؟ حتى التجمع مال الغازات كله يطلع برا. حدوث شرر أو ارتفاع غير عادي في درجة الحرارة. أساسا شيء دائما تصير الحرارة شوف في فصل صيف. ليش؟ أفضل شيء مثل صار من حريق مع الرمان. أو نتيجة الاحتكاك في الأجزاء الميكانيكية. لما يصير عندنا احتكاك دائما على سطح شرارة معينة. أيضا راح تولد لنا شنو؟ أسباب من أسباب الحرارة. الأعطال الكهربائية اللي هي صارت بالمخ. أو وجود مواد سهلة الاشتعال بالقرب من يمه. مواد كلها حدث سمعتوا في التقرير كان. أو مواد قابلة للاشتعال من حيث الأجهزة الكهربائية تستخدم لأغراض التسخين.
العبث واشعال النار في القرب من الاماكن الخطره. يعني انسان مو فاتح الترمينه مال غاز ووجه شاقه ويا صاحبي، طواني بالحق وجه شاقه ويا صاحبي، ما يصير. بالحق حتى التليفونات ممنوع لما تجوز بالحق السي بي اف جو بيئه العمل مالته، التليفون ممنوع يحكي. ليش؟ اي صوره، اي فلاش، اي شراره، التليفون اذا حمل هذا كله خطر على السي بي اف كان، على منطقه العمل بها غازات كان، فالتليفونات يخلوها برا ويرجعون يدخلون هم يشتغلون بشكل طبيعي. اكو تليفونات معينه يدخلوها وياهم. العبث واشعال النار بالقرب من اماكن خطره او بحسن نيه او رمى بقايا سجاره. ابسط شيء سجاره رمى تفوى بالبنزينات ابسط شيء. دائما يشوف سوى عرايس طف الجار يشوف وسطها بالبنزين. بنزين تلمد فوق البنزين دائما اول تعطل يطلع غاز. هذا الغاز بس في اقل رائحه اقل شو اسمه اقل شعله حراره قبل سنة الحريق. هكذا صار أيضا حريق في بغداد. ترك المهملات والفضلات الطابعة لاشتعال بمنطقة التصنيع والتي تشتعل ذاتيا بوجود الحرارة. عندنا أماكن نخلي بيها المواد الطابعة للاشتعال حتى احنا نتجنبها حفظ معين لها. وجود النفايات السائله والزيوت القابله للاشتعال على ارضيات منطقه العمل. شلون نقسم الحراره؟ الحراره تتقسم. شلون راح نقسمها؟ حسب النوع، حسب المكان الموجودين بيه. يتم تقسيم الحرائق الى انواع حسب نوع وقود المشتعل. عندنا حرائق من نوع A و B و C. يعني لما ينادي بالجهاز صار عندنا حريقه لا سمح الله بالحقل بالسي بي اف، كله حريق كبير، حريق صغير، حريق ما نقول له. ايضا نقول له حريق من نوع A، حريق من نوع B، حريق من نوع C. هو راح يفتهم احنا شنو المقصود منه، راح يشوف بالكاميرات وراح يجون يطفون الحريق. طرق اطفاء الحرائق. تبريد هذول مو شغلنا احنا، بس لازم نعرفه. يعني من طرق الوقايه، نفس الشيء لما شفت حريق صغير هنا صار، ما انا انادي ولا بين ما يجون، انا نفسي اطفي اذا قدرت، بس اذا ما قدرت لا اخرج برا. شلون شو اسمه؟ شنو التبريد بالحراره. التمرين الشافيه الحمراء مع اطفاء الحراره موجود. اخو خنب الحريق يفقدونه ما يدفعون عليه كل شيء. اعتقد الورق ما موجود خنق الحراره. هذا في القوى النفطيه بالجو. وتجويع الحريق، يعني هو بعد هاي الطرقه كملت بعد ما خليه يشتغل هالشيء. هاي الكمله تطفت نار واحده. إذا ما سيطرنا عليه حريق كبير. الأجهزة والمعدات مكافحة الحريق. طفاية اللي عليها طفاية مرمار مضغوطة. تمام؟ وطفاية ثانية أكسيد الكربون. أيضا موجودة. بالسوق موجودة 5000 دينار، 8000 دينار. كل واحدة والحجم مالها. لازم كل بيت موجود من هاي الطفاية. كل سنة هاي يصير إعادة لها ومرة ثانية راح تمليها بهذا الغاز بالمي حتى تشتغل حتى تطفئ الحريق. وعند طفاية الرغول أيضا عندكم أنواع من الطفاية. وطفاية البودر ما تشوف لهم إذا راشين
شايفين لما تقول ايش؟ اكو بودره معين لما يطيح على الحريق تقدر ينتهي الحريق ويروح. وطفايه الهالون وبطانيه الحريق. معدات اطفاء الحريق الثابته. قبل شوي اخذنا هذه المتحركات وبعدين طفايات نشيلين ونطفيهم نفس. بس هذني ثابتات موجودات لما نبني البنايه كملها الاساسيه موجودات هذني معدات السلامه. هي انظمه لاطفاء منتجه الماء او الوساط الاطفاء الاخرى التي تتناسب مع نوع المواد المعرضه للاحتراق. تعمل آليا وتعمل آلية على اطفاء الحرائق فورا عند اندلاع. اكو يصير بالسقف. شايفين بالموضوع شايفين. هذول بيهم حساسات كل شيء صغير. لما توصل درجة الحرارة ما حساس إلى 80 راح تنفتح تقوم الضغط. هسه الجو الطبيعي جدا انها تقريبا درجة الحرارة 30 35 40 كل شوي بتوصل 50. لما توصل 80 هي بيها شيء حساس تحسس الحرارة توصل 80 او لو حريق تقدر تنفتح تظل ترش. تعمل أنظمة إطفاء المنتجة للماء على إطلاق كميات من الغذاء لتنتشر على المادة المشتعلة وتساعد على تخفيض درجة حرارتها إلى ما دون درجة الاشتعال. وتعمل أنظمة الإطفاء الأخرى على أساس الاحتواء والتبريد وإفساد جو الاشتعال. وبالإمكان تركيب أنظمة الإطفاء المنتجة للماء في كافة المواقع التي لا تتأثر بالماء. هسه اليوم شفتها من المحاضرات. أسباب الحرائق ونوع الحريق وغاز ال H2S. بعد إجراءات السلامة اللي ممكن تتخذ. عندكم سؤال؟ من عنده سؤال؟ شنو الشيء ما افتهمتوه؟ لأن أهم شيء الموجودات أهم شيء تاخذون تدخلون أي شغل. ماكو سؤال؟ كل شيء مفتهمين؟ كل شيء تمام؟ تمام، شكرا لكم لحسن استماعكم، وإن شاء الله تكون هذه المحاضرة خفيفة عليكم وفهمتوها بأحسن طريقة. شكرا.